لو كان الحظ رجلا لقتلته. وكان الأهلي يحتاج إلى المستحيل حتى يفوز أو يتأهل، فالأهلي فعل المستحيل هجوميا ولكن لم يتأهل ولم يفوز. وزي ما قال النجم عادل إمام، الفرصة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. عدتوا معايا الفرص، عدتوا معايا كم الفرص وكم الانفرادات اللي ضاعت. يا جماعه الحقيقه انا كنت خايف من حاجه واحده بس، كنت خايف في اخر الدقايق ان بالميراس يحط جون ثالث يندمنا ويودينا كلنا المستشفيات مجلوطين. حد بقبضكم فلوس عشان تضايقوني وتاكدوا عليا؟ الفكره ان لو الفرص كلها للعيب واحد واللعيب ده في الدي اوف بتاعه وكان بيضيع، كنا قلنا ماشي ده مش في يومه، لكن دي تشكيله من اللاعبين خدت تشكيله من الفرص والهجمات يمكن ما تتجمعش للنادي الاهلي تاني في ماتش واحد في التاريخ. وقدام مين؟ قدام بورتو البرتغال. لحظه لسه ما اشتركتش في القناه؟ اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا متفاهم ان مجريات الماتش وسيناريو الماتش واللي الظروف اللي كان محتاجها كل نادي عشان يتاهل هي اللي خلت المواجهه والماتش بالمنظر ده. يعني انا النهارده كبورتو انا والله ما فيش حاجه ان انا اخسرها، ما عنديش اي حاجه ابكي عليها، فانا هتقدم والله على امل ان الناحيه الثانيه انتر ميامي كان كسبان او يكسب، فانا احط جول او جولين اكسب بيهم، انا وصلت. طبعا بالاضافه للعامل البدني اللي ما كانش مساعد انك تدي بالقوه والاداء الهجومي اللي بالقوه دي وعلى نفس الشكيله ونفس الوتيره تأديه بالاداء الدفاعي. مستحيل يا جماعه، اللعيبه حرفيا في الفرقتين ماتوا بدنيا. الماتش من اول ثانيه لحد اخر ثانيه رتم عالي. لو شفت منظر لعيبه الفرقتين بعد صفاره الحكم في النهايه، اللعيبه كلها على الارض، اللعيبه كلها نايمه على الارض. فانا مش هبالغ لو قلت ان لعيبه الاهلي ولاعيبه بورتو فرجونا واحده من اقوى ماتشات كاس العالم للانديه لحد دلوقتي. بعيدا بقى عن اي زعل واي حزن ان احنا ما تاهلناش او ما كسبناش، فانا يا جماعه انا اتمتعت كوره، انا شبعت كوره، بالرغم ان احنا انجلطنا وكنا على وشك ان احنا نهلك، ولكن والله كيفت. يا جماعه الواحد برضو بيدور على الحاجات اللي ناقصاه، احنا اتحرمنا من الكلام ده في الماتشين الاولانيين. طب ما احنا عندنا اهو، طب ما فيها اهو يا عم ريبيرو، طب ما موجود اهو هجوميا، امال ايه؟ انت كده عندك مصايب في الدفاع، دي مش مشكلتك، دي احنا جايين بيها. انما انا ما يبقاش عندي كم اللعيبه دي بالكواليتي ده واجي اقدم المستويات اللي انا قدمتها في الماتش الاولاني والثاني. عايز اقول ان ريبيرو اتعامل مع الماتش ده نوعا ما افضل من الماتشين اللي فاتوا، وده مؤشر جيد جدا يدل ان الراجل ده مع الوقت هيتحسن. الراجل ده مع الوقت هيعرف لعيبته كويس قوي وهيقدر ان هو يستخدمه بشكل احسن من كده. بدا بحمدي 6 واصر ان هو يقعد ديانج ويستبعده، وبدا بحسين الشحات هاف يمين. فوالله احنا كلنا كمشجعين كوره ما احناش عارفين بناء على ايه تم البدء بحسين الشحات وبناء على ايه تم البدء بحمدي فتحي قياسا على الدقايق اللي لعبوها في اول ماتش وثاني ماتش. انت كان عندك واحد اسمه اشرف بن شرقي كان مكسر الدنيا في اخر ربع ساعه في ماتش بالميراس، ما شمناش ريحه الجون غير على ايد الراجل ده في اخر 10 دقايق ولا اخر ربع ساعه. حمدي فتحي ومستوياته في ماتش بالميراس كان سيء جدا، فكله توقع ان ديانج يبدا في الماتش ده، ولكن يحسب له ان هو بعد 30 دقيقه خرج حمدي فتحي ونزل آل ديانج. قدر يقرا الخلل بسرعه في نص الملعب ويتدارك الامر. الغريب بقى ان هو لسه مصر على محمد هاني في الملعب، يعني انا مش فاهم ازاي محمد هاني كمل ال 90 دقيقه في ال3 ماتشات. الراجل على المستوى الدفاعي كان كارثه يا جماعه، مش ممكن. اساسيات الكوره ورا ما كانش بيعملها، اساسيات التغطيه والبيلد اب مع الجناح او نص الملعب ما كانش بيعملها، ويمكن هي دي الحسنه الوحيده، الحاجه اللي بتميز محمد هاني. محمد هاني راجل باك، مش الباك اللي يعمل لك اوفرات، اللي ياخد الكرة ويطلع ياخد الخط كله زي علي معلول او محمد الشيبي وينهولك بعرضيه جهنميه، مش ده محمد هاني. محمد هاني ممكن يبقى لعيب كويس على مستوى البيلد اب في الشورت باص مع لعيبه نص الملعب واللعيب الوينج، يمكن هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتميزه، لكن دي كمان ما شفناهاش، لا تغطيه ودفاع. الجون الاولاني كارثه عملها في الجون الاولاني. الراجل الهاف شمال بتاع بورتو مش متذكر اسمه دلوقتي، عنده 18 سنه تقريبا، الكوره جايه لمحمد هاني، يا راجل شتت الكوره، انت مش عارف تطلع الكوره، يا نهار ابيض. شاط الكوره بكل رعونه في رجل الراجل، والراجل خدها وراح لم الشناوي يحطها جول.
شوارع كانت مفتوحه في جبهه محمد هاني في الشوط الثاني لبورتو، ويحسب لريبيرو ان هو تدارك الموضوع ورمى عليه عمر كمال. فبالنسبه لي ريبيرو قرأ الماتش جيدا شويه عن الماتشات اللي فاتت. بن شرقي لعب نص ساعه غير شكل الاهلي الهجومي 180 درجه. تريزيجيه يا جماعه من ساعه ضربه الجزاء في الماتش الاولاني وهو تقريبا مش في البطوله. تريزيجيه في الواحد على واحد كان سيء جدا 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 في البطوله، وتقريبا ما عملهاش. انا مش فاكر اي لقطه لتريزيجيه انه عدى 1 لواحد. كل مره بيروح بالكوره على الخط وتيجي مواجهه مع اللعيب وان خلاص ده وضع ال1 لواحد، تريزيجيه بيقف يا اما بيرجع كوره لنص الملعب يا اما بيرجع كوره لكوكا وكوكا يرجعها ورا. فكانت الهجمه دايما واقفه عنده لحد ما نزل بن شرقي وغير الدنيا كلها وغير الكلام كله. بن شرقي من ناحيه الشمال، بن شرقي تقريبا ضيع 3 انفرادات لوحده. بن شرقي كان ممكن يسجل 3 اهداف لوحده. انا بالنسبه لي بس يا عم ريبيرو هي تغييره قفشه اللي مش مفهومه. ليه قفشه؟ الراجل على المستوى البدني وعلى مستوى اداؤه الماتشات اللي فاتت كان زي الزفت. والله انا عندي ان احمد رضا كان ينزل مكان قفشه كان هيبقى افضل كتير جدا بنص الملعب من ناحيه التوازن دفاعيا وهجوميا، ولكن تحسن كبير في مدى رؤيه ريبيرو وتغييراته على مدار الماتش. ولكن يا جماعه وسط الضلمه ووسط الانكسارات في الماتش الاول والثاني والثالث ان احنا ما حققناش الفوز، لازم وسط الضلمه يطلع لك نور. والنور في البطوله دي كان محمد علي بن رمضان. ويا جمالك يا بن رمضان، يا روقانك يا بن رمضان، يا سحرك اللي كنت بتنصره في الملعب يمين وشمال يا بن رمضان. يا جماعه يا اخوانا اللي ما اتفرجش على ابو تريكه في بدايه الالفينات يجي يتفرج عليه حصري في الاهلي دلوقتي. والله حسيت ان ابو تريكه راجع يلعب معانا تاني يا جماعه في ماتش بورتو. ايه يا راجل الشخصيه والكاريزما والتحولات. بن رمضان في ماتش بورتو ختم مهام اللاعب رقم 8 واللاعب رقم 6 واللاعب رقم 10 في الماتش. انا عايز اشوف الراجل اللي كان مسؤول ان الصفقه دي تيجي واروح احب على دماغه وابوسها واقول له الف الف شكر ان في كواليتي لاعب كره قدم زي ده جه وهيلعب في الدوري المصري في النادي الاهلي. يخرب بيت الاداء والتحولات والتشيك اوت اللي عمله في كذا كوره في الشوط الثاني وفي الشوط الاول. ايه الجمال ده يا جماعه؟ ايه الجمال ده؟ الراجل حط جون يا جماعه، اقسم بالله الجون ده هو اللي مكيفني لحد دلوقتي. بالنسبه لي لحد دلوقتي هو افضل جون في البطوله. من اول الباص بتاع كوكا من ناحيه الشمال لبن شرقي والوقفه مع التمويهه وسحبه المدافع اللي بره. معلم معلم يا اشرف، والله معلم يا بن قلبي. يا راجل يخرب بيت اللي قعدك دكه يا راجل. ورفعت عينه ولمحته لبن رمضان اللي واقف بره على ال 18. وبص بقى على بن رمضان واستلامته للكوره والوضع التشريحي بتاع جسمه والمسافه اللي بينه وبين المدافع اللي ضاغط عليه مش كبيره. ازاي عدل نفسه وحط الكوره بسويرف في المقص وهاتها من الشبكه يا معلم عشان نتفرج على برواز هو اجمل برواز في البطوله واجمل هدف في البطوله لحد دلوقتي. فبن رمضان ده اهم مكسب للاهلي في البطوله دي. وطبعا مش محتاج اتكلم على وسام لان وسام ابو علي هو مش محتاج يثبت لي ان هو الفيرود الاساسي للاهلي وان هو مهاجم عنده امكانيات ما جاتش الدوري المصري من 20 او 25 سنه. فعايز اوشوش اداره الاهلي واقول لهم في ودنهم وسام ابو علي ما يمشيش يا جماعه. وسام ابو علي غير قابل للتفريط فيه لان مؤكد وبنسبه 100% بعد الاداء الخرافي اللي اداه قدام بورتو فهتنهال العروض على النادي الاهلي عشان يشتروه. وانا سامع وفي تقارير بتقول ان هو جاي له عروض من الدوري الامريكي وجاي له عروض من انديه الخليج وتحديدا من النادي العربي القطري. فالاهلي عمل ميركاتو جامد وبيبني فريق جامد. اتمنى ان احنا نحافظ على لعيبتنا. طيب لو كنت بتكلم على ان بن رمضان كان النور وسط الضلمه اللي احنا كنا فيها فخليني اقول لكم يا جماعه فان منظر الجمهور في مباراه بورتو كان يشعرني بالفخر. النادي الاهلي كبير قوي يا جماعه. النادي الاهلي شعبيته كبيره قوي يا جماعه. لو كنت شاكك من ده قبل البطوله فالبطوله والماتش ده تحديدا لازم يخليك تراجع نفسك. انا مني واحد اقسم بالله كنت حاسس بكميه فخر. ايه يا جماعه ده انا ما كنتش حاسس ان احنا بنلعب في امريكا. 100% الماتش ده كان في القاهره. فحرفيا افضل جمهور في الدنيا لاعظم نادي في الكوره. طيب تعالوا نقيم لعيبه النادي الاهلي في ماتش بورتو. فالحقيقه يا محمد شناوي لو انا هقيمك في الماتش ده فانا عمري ما هديك اكتر من 4 من 10. الشناوي ظهر كما لو كان حارس في فريق في الدرجه الثالثه في الدوري المصري الممتاز. مفيش اي ردة فعل كده يا شناوي في الجون الثاني والرابع خالص. ما كانش فيه خالص. هو عمل كده وعمل كده يعني انا مش فاهم. هل في الجون الثاني مثلا اشرف داري حجب عنك الرؤيه؟ اصل الكره دي يا جماعه تتصد، يعني الكره دي تتصد.
والكوره مش اللي هي كوره مخادعه اللي هو الراجل موه والمفروض ان هو يحطها في البعيده فحطها في الضيقه، لا ده هي عدلها كله عارف انها تروح في البعيده وما اتحطتش في اقصى الزاويه ولا حاجه. فالحقيقه كان الشناوي كان اداؤه غريب قوي وما كانش فيه يوم. طيب ولو نبتدي من اليمين للشمال فمحمد هاني. محمد هاني يمكن نسبيا اداؤه نوعا ما عشان الاسيست اللي عمله يشفع له شويه، فيمكن اداؤه كان احسن شويه الماتش الثالث الاخير ده، ولكن في المجمل العام فهو كارثي على المستوى الدفاعي، ومش عايز اقول الهجومي عشان الاسيست بس اللي عمله في ماتش بورتو، ولكن هياخد 4 من 10 زي الشناوي. اشرف داري ورمضان بيكهام. الحقيقه يا جماعه ان النادي الاهلي عنده مشكله عويصه في خط الدفاع بالكامل، الاربعه من اول الباك اليمين، الباك الشمال، الاثنين سيرد باكات. النادي الاهلي محتاج غربله ومحتاج تدعيمات قويه جدا جدا في المراكز دي لو عايز حقيقي يبني فرقه متكامله الاركان. احنا حرفيا في الماتش مفيش هجمه او كوره راحت من بورتو على ناحيه دفاع الاهلي او ناحيه جون الشناوي الا لو كانت خطيره او جت جون في ماتش بورتو. وعايز اقول لكم ان لولا اليو ديانج في الشوط الثاني فبنسبه 80% الاهلي كان هيخسر الماتش ده، وما كناش هنشوف كم الفرص اللي جت للاهلي دي. اليو ديانج تقريبا افتك 70% من الفرص اللي جت للاهلي في الشوط الثاني، هو اللي كان مفتك الكوره وعمل التحول الهجومي وكمل بالهجمه وباص الكوره لجراديشار او لاي لعيب من قدام. فلازم ولا بد تدعيمات للاهلي في الباك الشمال والباك رايت وقلوب الدفاع. اشرف داري هديله 5 من 10، رمضان بيكهام ممكن 5.5 من 10. كويسه ان ده تقريبا اول ماتش يلعبه اساسي في بطوله عالميه زي دي مع الاهلي. احمد نبيل كوكا الحقيقه عمل ماتش كويس. بالنسبه للي فات فنبيل كوكا كان كويس جدا في ماتش بورتو، هديله 7 من 10. نص الملعب حمدي فتحي، فالحقيقه استمر حمدي فتحي بنفس السوء اللي ظهر بيه في ماتش بالميراس، وقياسا ان هو ما لعبش غير 30 دقيقه ما نفذش فيهم الحاجه اللي بتميز حمدي فتحي وهي قطع الكوره والمجهود البدني. فحمدي فتحي اعتقد اديله 4 من 10. ثم بقى حبيبي وحبيبي الاهلاويه اللي متع عيوننا في ماتش بورتو، محمد علي بن رمضان. الحقيقه يا جماعه اديله 10 من 10. كان نموذج على جميع الاصعده دفاعيا وهجوميا. لولا ان اسامه ابو علي مسجل هاتريك في الماتش ده لكان استحق محمد علي بن رمضان، وهو بالنسبه لي افضل لاعب في الاهلي خلال المباراه. احمد السيد زيزو وافضل مباراه ليه مع النادي الاهلي من اول ما لبس التيشيرت الاحمر. زيزو عمل مجهود جبار يا جماعه، وكان برضو على مستوى التحولات ونقل الهجمه ممتاز ممتاز ممتاز. اتسبب في ضربه جزاء للنادي الاهلي للمره الثانيه في البطوله، كان ناقصه بس انه يسجل هدف، دي الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصاه. فيا زيزو هديك 9 من 10 في ماتش بورتو. نيجي لحسين الشحات اللي اعتقد ان هو بيعيش اخر ايامه مع النادي الاهلي. حسين الشحات يا جماعه بقاله فتره بيمر بمرحله هبوط في المستوى ملحوظه لكل الناس. بدنيا فقد الشحات الكثير من مجهوده البدني وقوته البدنيه، لا وسرعته كمان. مش ده الشحات الحريف اللي كان بيخلص لك ماتشات كبيره بتفاصيل وجزئيات بسيطه بسبب مهاراته. الشحات كما لو كان شبحا في الملعب لم يؤثر خالص مع النادي الاهلي في الماتش. واستغربت الحقيقه ان ريبيرو صبر عليه كل ده عقبال ما يبدله. فالشحات اديله 4 من 10 برضه. تريزيجيه ومن ساعه ما تريزيجيه ضيع ضربه الجزاء في الماتش الاولاني وهو خارج نطاق الخدمه. مش ده تريزيجيه اللي احنا نعرفه. تريزيجيه اللي احنا نعرفه اللعيب الاجريسيف، اللعيب اللي وشه دايما للجون، اللعيب المؤثر والايجابي مع التيم اللي بيلعب ليه. تريزيجيه ما كانش مؤثر خالص، تريزيجيه ما كانش ايجابي على الجون، ولكن عمل مجهود بصراحه في ماتش بورتو لحد ما اتبدل 60 دقيقه اللي لعبها. فهديله تريزيجيه هديله 6 من 10. نيجي لعريس الليله وافضل لاعب في المباراه وسام ابو علي اللي يستحق ال10 من 10. وسام كان مبدع يا جماعه على كل الاصعده وكل الجوانب. الراجل سجل بدماغه وسجل بالشمال وسجل باليمين، كان محطه ممتازه للنادي الاهلي في الشوط الاولاني تحديدا. اتحرك يمين وشمال وعمل مجهود خرافي على مدار المباراه لحد ما اتصاب وخرج ونزل مكانه جراديشار. فوسام 10 من 10 مان اوف ذا ماتش. طبعا قفشه اللي برضه يعتبر خارج التقييم اصلا وبرضه بيعيش، اعتقد انه بيعيش ايامه الاخيره جوه النادي الاهلي. قفشه ما اضافش اي حاجه للنادي الاهلي. انا مش هديله رقم، انا هعتبره خارج التقييم خالص، اللهم الا كره الاسيست اللي لعبها لجراديشار
في الانفراد اللي ضيعه، ولكن غير كده قفشه كان سيء جدا جدا جدا، هديله 4 من 10 زي اخواته. عمر كمال ما كانش احسن حاجه، ولكن يحسب له انه عمل نشاط نوعا ما في الجبهه اليمين. الجبهه اليمين يا جماعه كانت ميته بوجود محمد هاني ورا وحسين الشحات قدام، ما كانش فيه عندنا جبهه يمين. عمر كمال لما نزل اتحرك شويه، عمل نشاط في الناحيه اليمين، الدنيا اتقفلت شويه على المستوى الدفاعي، جاله كوره انفراد كان يقدر يسجلها وللاسف ضيعها. وعلى فكره يا جماعه راجعوا الكوره دي، لان الكوره دي جت في ايد الراجل وفيها اشتباه لضربه جزاء للنادي الاهلي، ما حدش خد باله، الفار ما وقفش الكوره. فعمر كمال عمل نوعا ما شغل كويس ناحيه اليمين، فاديله 5 او اديله 6 من 10 عمر كمال. اشرف بن شرقي، يا عم اشرف انت عملت كل حاجه في الكوره الا انك تجيب جول. انت لعيب كبير، امكانيات كبيره، مفيش اي خلاف على كده، وانت اصلا لعيب هداف، فهنعتبر ان انت في الدي اوف بتاعك بصراحه 30 دقيقه كانت جامده جدا من اشرف بن شرقي. كان ينقصه ان هو يسجل جون، وجات له الفرص ان هو يسجل مش جون واحد 3 اجوان، بس للاسف كان في الدي اوف بتاعه. فادي بن شرقي 8 من 10 على الاداء الهجومي والتحولات اللي عملها، وبرده الاداء الدفاعي. الراجل كان بيدافع في اكتر من كوره، شفت ورا عند الكورنر بيدافع، واول ما نزل الانذار اللي عمله في تكملته مع اللعيبه عشان يجيب الكوره. نيجي لجراديشار، والحقيقه جراديشار تحس ان هو نوعا ما نسي الكوره. الراجل معذور، ما بيلعبش كتير، وسام حرفيا واكل الجو. اول ما نزل ديانج لعب له كوره كان ممكن يبقى انفراد صحيح لو استلمها وسيطر على الكوره صح، لكن دي بينت لي ان الراجل مش جاهز خالص فنيا. جات له بعديها كوره برده على كوس ال 18 ما عرفش يتصرف بيها. قفشه لعب له كوره جون، لو لعبها وان تاتش على طول في الجون كان زماننا فايزين دلوقتي على بورتو، ولكن تقل على الكوره وكان مرتبك قدام الجون واهدر الكوره، ضيع كذا فرصه جراديشار. يمكن الكورتين اللي عملهم كويسين كانوا كور متحوله لاشرف بن شرقي. هو لعيب كويس بس محتاج ياخد شويه وقت يلعب عشان يرجع لفورمته اللي احنا شفناه عليها اول ما لعب وجه للنادي الاهلي. فجراديشار هديله 5 من 10. طيب لو جينا نقيم بقى مين افضل لعيب في النادي الاهلي خلال البطوله ككل، ومين اسوأ لاعب في النادي الاهلي برضه خلال ال3 ماتشات في البطوله، فبالنسبه لي انا فمحمد علي بن رمضان هو اللاعب الافضل في النادي الاهلي على مدار ال3 ماتشات. اداء ثابت في ال3 ماتشات، يمكن افضلهم نوعا ما الماتش الاخير لانه كلل مجهوداته بتسجيل جول، وزي ما كنت بقول لحضراتكم ان هو على جميع الاصعده كان كويس جدا جدا جدا. انا شامم فيه ريحه ابو تريكه يا جماعه، انا شامم في الراجل ده ريحه ابو تريكه، ستايل وكاريزما في الملعب، فنيات عاليه جدا جدا جدا، ممتع، لعيب ممتع في الملعب. فانا بشوف ان الاهلي بعد البطوله دي عنده نص ملعب هو الاجمد في افريقيا، من رمضان، امام عاشور، وراهم ديانج او مروان عطيه. ثلاثي خط الوسط ده قادر ان هو يسيطر على قاره افريقيا لمده 3 4 5 سنين قدام. اسوأ لاعب في النادي الاهلي على مدار ال3 ماتشات هو محمد هاني من غير ما افكر. اداء سيء 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 وشاحب لمحمد هاني في البطوله. على المستوى الدفاعي كارثي 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 كارثي. على مستوى الشورت باص والعمل الجماعي مع التيم كارثي. على مستوى التحولات الهجوميه والاوفرات فكارثي، اللهم الا الاسيست، واسيست جميل بصراحه اللي اتعمل لأسامة علي في الهدف بتاعه قدام بورتو. عدا ذلك فمحمد هاني ما جاش. مش عايز اكون بتجنى عليه، بس انا شفت محمد هاني في كؤوس عالم قبل كده كان اداؤه من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي في البطوله. وحتى لما كان بيكون سيء في النادي الاهلي كان بيبقى سيء على مستوى الاوفرات، على مستوى الكور اللونج باص، ولكن في الشورت باص والتعامل مع الظهير اللي قدامه ونص الملعب والمجموعه كان بيبقى كويس. انما ال3 ماتشات بتوع البطوله دي وتحس كما لو كان محمد هاني من الاشباح، مش موجود حرفيا دفاعيا او هجوميا. فدول كانوا افضل واسوأ لعيب بالنسبه لي في النادي الاهلي في البطوله ككل. اكتب لي في التعليقات مين بالنسبه لك افضل لاعب في البطوله ومين بالنسبه لك اسوأ لاعب في البطوله، وشايف الاهلي محتاج مين او ايه النواقص اللي عند الاهلي عشان التيم ده يبقى تيم حديدي ومثالي. ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه واعمل لايك دعما لاخوك وعشان نستمر في تقديم المحتوى. اشكركم على المتابعه وسلام عليكم.